لما نصر الله المؤمنين نصرا كبيرا مؤزرا في معركة بدر، وصارت لهم عزة وهيبة في قلب القاسي والداني، ملأ الحقد قلوب يهود المدينة وجاهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا يهود بني قينقاع الذين كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناعا للأواني. ولأجل هذه الحرفة توافرت لكل رجل منهم آلات الحرب، وكان عدد المقاتلين منهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وهم أول من نقض العهد والميثاق من اليهود. وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوقهم بالمدينة ونصحهم ودعاهم إلى الإسلام، وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشا في بدر فلم يبالوا، وأخذوا يتحينون الفرصة لإيذاء المسلمين والاعتداء عليهم. روى ابن هشام في سيرته أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى سائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد السائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وحينئذ ظهر بجلاء غدرهم وخيانتهم، فنبذ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم كما أمره الله تعالى، وسار متوجها إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار وحاصرهم، وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة 2 للهجرة. وكان الذي حمل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. واستمر الحصار 15 ليلة، فوقع اليهود في حيرة من أمرهم بعد أن قطع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كل مدد، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. وعند ذلك مارس عبد الله بن أبي بن سلول دوره المعروف بالنفاق، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غاداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. فأنزل الله تعالى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا عن المدينة، وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلحقوا بأذرعات بلدة بالشام، وأعلن عبادة رضي الله عنه براءته من حلفائه اليهود لمحاربتهم المسلمين، فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله،
وقد أنزل الله سبحانه في موالاة عبد الله بن أبي لليهود وبراءة بن الصامت منهم قرآنا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا خرج يهود بني قينقاع من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا أموالهم غنيمة للمسلمين، وهم كانوا من أشجع يهود المدينة وأشدهم بأسا. ومن ثم لاذت القبائل اليهودية الأخرى بالصمت والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع ليهود بني قينقاع، وسيطر الرعب على قلوبها.